السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على حضراتكم في يقول كورة. النهارده معانا مباراة العودة من دوري أبطال أفريقيا الدور الثاني بين النادي الأهلي وإيجل نوار. مباراة الذهاب كانت انتهت بفوز النادي الأهلي 1-0. النهارده مباراة العودة، النهارده الحقيقة يسرو فاجئنا بتغيير في التشكيل، حوالي 7 لعيبة اتغيروا في التشكيل عن المباراة السابقة. هنتكلم عن تشكيل النادي الأهلي وإيه الدرس المستفاد، ولكن بعد الفاصل خليكم معانا. النهارده يسرو بدأ تشكيل مكمل: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، عمر كمال عبد الواحد، ياسين مرعي، احمد بيكم، احمد كوكا في النص، بن رمضان، مروان عطيه وديانج في الهجوم، طاهر جراديشار واحمد عبد القادر. هي النهارده في 7 لعيبه اتغيروا في التشكيل عن تشكيل المباراه السابقه في بوروندي. لو جينا اتكلمنا عن منطقي ان يبقى في تعديل، منطقي ان يبقى في تعديل في التشكيل، بس هل منطقي يبقى 7 لعيبه؟ لا، انا شايف ده كتير جدا النهارده، كتير جدا النهارده. وحصل موقف حط النادي الاهلي في موقف صعب جدا، وهو موضوع طرد جراديشار في الدقيقه 17 من المباراه. الحقيقه المدير الفني كان لازم يحط في اعتباره ان ممكن اي موقف يحصل في المباراه زي ديت. المباراه احنا مش كسبانين فرق 3-4 هناك في مباراه الذهاب، فجايين مرتاحين قوي عشان نعمل 7 تعديلات في التشكيل عن التشكيل السابق. فانا شايف ان بصراحه التعديل مطلوب، تعديل عن التشكيل السابق. رايح يعني انزل عمر كمان عبد الواحد، ممكن اريح مروان وانزل ديانج، ممكن تغييرين 3 بكتير جدا في التشكيل عن المباراه السابقه، والعب بالتشكيل الاساسي بتاعي بحيث ان انا اجيب الجون الاول والثاني واريح نفسي، وبعد كده اقدر اجرب اللعيبه اللي انا عايز العبها. انما من بدايه المباراه لا، الموضوع صعب شويه. ليه؟ لان التجانس مش موجود بين المجموعه اللي لعبت دي كلها. ثانيا حصل موقف اللي اتكلمنا عليه، موقف طرد جراديشار في الدقيقه حوالي 16 او 17، حط النادي الاهلي في مأزق كبير جدا. انت مطالب ان انت ما تدخلش فيك هدف، انما كسبان بفارق هدف هناك. لا، مطالب ان ما تدخلش فيك هدف. لو دخل فيك هدف بنتكلم ان احنا نروح في حته ثانيه خالص، بنتكلم ان احنا نروح لركلات ترجيح لو الماتش خلص كده. ما بالك لو الفرقه دي جابت الجون الثاني، بنتكلم على 2-0 على النادي الاهلي برضه. لا، الموضوع كان فيه مجازفه كبيره جدا، خصوصا النتيجه ما كانتش كبيره بره ارضك في بروندي. لا، النتيجه بنتكلم في 1-0. الموقف ده يخلينا نخلي بالنا قوي من التعديل في التشكيل بقى، والمجموعه اللي لعبت والمجموعه اللي عايزه تظهر نفسها. انا شايف طبعا، انا يعني مش هلوم على المدير الفني في اختياراته وليه مطلق الحريه انه يختار ده. انا هلوم ان العدد كبير جدا في التشكيل. انما لما اجي اقول بقى لعيبه زي اللي ما كانتش بتلعب دي وخدت فرصه النهارده، لا يا جماعه، لازم اكل النجيله، لازم اقول ان انا هنا، لازم اقول ان انا ليا دور. يعني هنتكلم عن لعيب كده ونقول يعني عمر كمان عبد واحد، احنا بنقول يعني كورته في الفتره الاخيره كوره قليله. انا شايف بديل لهاني، لا مش هو ده البديل الكفء لهاني. انا شايف ان عمر كمان عبد واحد سن كبر شويه، الاداء برضو الدفاع مش عالي قوي، الاداء الهجومي قل كتير. فانا شايف النهارده يطلع احسن من كده. بس لما نقول ان ممكن اقول عليه رجل المباراه، هقول عليه رجل المباراه لان جاب الهدف واحنا بنلعب 10. الناحيه الثانيه بيكهام محتاجين برضو نقف على رجلينا كويس، يعني محتاجين اداء وقوه والتزام ونقل. لازم الاثنين سيرتيفيكات بتوع النادي الاهلي دول، لازم يا جماعه نطلع بالكوره من ورا، لازم نلعب كوره. الاثنين دول لو ما لعبتوش كوره الفريق يقل كتير جدا. ديانج زي ما بتكلم، ديانج عليك ملاحظات كبيره قوي. ديانج النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي بتقول عليك لاعب جامد وتدي، بس احنا بصراحه لغايه دلوقتي انا مش شايف ان انت لاعب مؤثر. مش عارف انا جاي عليك ولا ايه، بس انا مش شايف ان انت يعني عامل فرق مع النادي الاهلي. يعني انا عايز اقول بتلعب المباراه ما تلعبش المباراه، وجودك زي عدم وجودك. لا، احنا عايزين نحس ان ديانج زي مروان عطيه. مروان لما ما بيلعبش بنحس ان خط نص من النادي الاهلي فيه حاجه. لازم توصل لنا الاحساس ده. يعني النادي الاهلي دلوقتي بيجري عشان يتعاقد معاك وعرض ال 2 مليون. بس انا شايف يا جماعه برضو لا، يعني لازم لعيب زي ده يطلع منه كتير، خصوصا ان انت المستوى البدني عندك عالي. لازم كورتك تعلى، ولازم كورتك تناسب مستويات النادي الاهلي. لازم اقول ان انت، مش عايز اقول بديل كفء، انا عايز اقول ان انت زيك زي مروان. الحته دي انت مش قادر توصلها لنا لغايه دلوقتي. طاهر النهارده، طاهر انا يعني شابوه طاهر كبير بعد طرد جراديشار. طاهر بذل مجهود ولا اروع من كده، لعب سنتر فيرود، بينزل تحت، بيدافع تحت خط النص، تحت القوس بتاع خط النص، بيرجع يهاجم، بيخبط في المدافعين، بيلعب لوحده رغم ان مفيش كوره بتوصل له كتير. بس طاهر النهارده عملت اللي عليك وزياده. فعلا دورك النهارده كان ان انت راجل فايتر، راجل بتحارب، يعني بين استردباكات بقوه بتلتحم. النهارده انا شايف اني بذلت مجهود عالي جدا بصراحه، وسديت حته كبيره قوي كان هيحصل فيها ثغره كبيره نتيجه طرد جراديشار.
درس مستفاد ايا كان. الكوع بالراحه، كوع جامد، انت كوعك راح لصدر اللاعب ايا كان. المساعد ممكن يكون قال للحكم، يعني اعتقد ان الحكم خدها من المساعد. الحكم النهارده لما ياخدها من المساعد يقول له على المسافه اللي بين المساعد وبين الجرادي شارك، مسافه ما توضحش قوه الكوع. هل الكوع زقه خفيفه؟ هل الكوع كان فيه عنف؟ سيبك من اللاعب بتاع ايد نوار اللي هو على الارض. بس انا عايز اقول زي كده لازم تتحكم في اعصابك، خصوصا ان انت لعيب هادي. يعني ايه اللي يوصلني لكده؟ اللي انت عملته ده كان ممكن كلف النادي الاهلي كتير جدا. فلازم وقفه، لازم بالذات الفراوده نمسك اعصابنا. عادة في المباريات لما كنا بنلعب كورة، عادة المدافع بيحاول يستفز المهاجم بأي شكل عشان يغلطه، عشان يخليه ياخد انذار في التاني وبره، يخليه ياخد طرد. الكلام ده لازم المهاجمين، لا لازم نمسك أعصابنا شوية، لازم فعلا يكون في هدوء. هدوء محتاجه النادي الأهلي الفترة الجاية دي عشان يقدر يوصل اللي هو عايزه. أحمد عبد القادر يعني مش عايز أقول مظلوم، بس يعني أنت خدت فرصة. لازم أحمد عبد القادر النهارده كنت توريه النادي الاهلي. انا ممكن اشوف ان يسروب احد عدد كبير جدا من اللعيبه كان خايف عليها. الماتش الاولاني كان معركه وكان علقه فظيعه. اعتقد دفع لعيبته كانت مرهقه الاساسيه، دفع بالسبع لعيبه اللي انا مش معاهم فيه دول. بس انا شايف النهارده يا احمد قادر تنزل لا تعمل فارق. صراحه احنا ما حسيناش بده خالص يعني. ده كانت التعديلات اللي موجوده في تشكيل النادي الاهلي النهارده، وشايف ان هي ما عملتش الفرق. بالرمضان هنتكلم على الجون اللي جابه النادي الاهلي، تمريره هايله جدا من بن رمضان، خد هات جول فينيشنج ولا اروع من كده. بصراحه انا ما كنتش متوقعها من عمر كمال ابو واحد. عمر كمال ابو واحد رفعاته في المدافع يا اما رفعات قصيره، انما ان انت تفنش بالشكل دوت لا. ممتاز، فينيشنج ممتاز، والهدف ده جه رايح النادي الاهلي كتير جدا. في فتره كنا خايفين يحصل زي ما بيحصل في اي ماتش يدخل فيه الجول يدخلنا في حسبه ثانيه خالص. فباص هايل جدا من بن رمضان، فينيشنج ولا اعلى من كده من عمر كمال ابو واحد، وتقدم النادي الاهلي 1-0. بس المستفاد ده من المباراه ده ايا كانت النتيجه السابقه، النتيجه لو مريحه اقدر اعمل التعديلات الكبيره في التشكيل. النتيجه لو قريبه يا جماعه لا ما اقدرش اعمل ده. يسرب ما تقدرش تغير سبع لعيبه في التشكيل كده مره واحده، ايا كان على ارضك الماتش، ايا كان الفرقه اللي انت بتلعبها ما عندهاش كوره، يعني كورتها مش عاليه، كورتها يعني عايزين نقول ضعيف او اقل من الضعيف. بس انت بتتكلم عن فرقه بتلعب بعمق، فرقه عندها لياقه، يعني هتكمل معاك 90 دقيقه، فرقه ممكن في كوره تخطف جون تتعادل معاك. فشايف بصراحه التعديل ما كان درس المستفاد، تعديل مش في محله. تعديل السبع لعيبه بتاع التشكيل الاساسي بتاعك لا مش في محله. ده يتم في مباراه زي مباراه الزمالك والفريق الصومالي. انا كسبان 6-0 وممكن اغير 6 7 لعيبه، اغير الفريق كله، اعمل اللي انت عايز تعمله، ما الفريق مش هيجيب فيك الست جوان دول. الدرس المستفاد النهارده لا، لازم يا جماعه ما نعملش تعديل على التشكيل يفقد التشكيل قوامه الرئيسي، يفقد خطه اللعب. النهارده ما كانش في خطه لعب، النادي الاهلي كان بيسير المباراه كلها مشيت بوتيره واحده. النادي الاهلي بيحاول يسير المباراه، بيحاول يسالك الوقت بعد طرد جراديشار. انما هل الاهلي نقول عنده فرص؟ لا ما فيش فرص النادي الاهلي. هل الاهلي لعب كوره بشكل كويس؟ لا خلاص. كان هم النادي الاهلي ان ما يدخلش فينا جون، وفعلا وقد كان اللعيبه ادت في الملعب. اللعيبه بصراحه انا شايف ان المباراه دي هي مباراه اداء لعيبه ايه؟ ان انا احاول اقفل وانا ناقص واحد من الدقيقه 16 من بدايه المباراه، اقفل ما ادخلش فيها جون ايا كان قوه المنافسه اللي قصادي. ده كان تحليل المباراه، ما كانش فيها كوره كتير. ده كان تحليلنا المباراه ان احنا نقول درس مستفاد، ما نقدرش نعمل تعديل كبير على التشكيل خصوصا النتيجه مش مريحانه. اتمنى يكون درس الكيستروب، اتمنى يكون درس للجهاز المعاون ان انا ما اقدرش اعمل التعديل دوت في توقيت مش وقته خالص. شفنا اورلاندو بايرتس تقريبا طلع بره، خرج 3-3 3-0 هنا و3-0 هنا وركلك وطلع بره البطوله. مش عايزين كده في ماتش بتصرف كده مش مدروس الاقي النادي الاهلي حط نفسه في مشكله كبيره جدا. ده كان تحليل للمباراه، كان معاكم هشام حامد حكم الكره السابق في اول فور. السلام عليكم.